السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمرو فايز. والنهاردة قبل ما نبدأ الفيديو حابب بس اشكر جدا كل المتابعين اللي انضموا للقناة وكل الناس اللي قلبها ابيض وبتقدر تكتب لنا كومنتات حلوة وبتعمل لنا لايك وبتشترك في القناة، حتى اللي ما اشتركش في القناة وشاف اي فيديو من عندي شكرا جدا لحضرتك. طيب، اول حاجة النهاردة هنعمل الريفيو لفندق نوفاتيل مرسى علم. هنتكلم على تفاصيله. هنشوف مع بعض الأوضة. طبعا بقية الفيديو يعني هبقى صورته لكم على البحر. ليه؟ علشان المنظر اللي مش عايز يسمع يتفرج على شكل حلو. انا كده في الفيديوهات اللي فاتت نزلت لكم في كل يوم، انا نزلت فيديوهين كل يوم كنت بنزل لكم. عملنا ايه النهارده؟ نزلنا البسين، نزلنا البحر. البسين طبيعي جدا زي اي اوتيل، لطيف والحاجات هناك نظيفة. بس هنتكلم واحدة واحدة كده عن الفندق. أول حاجة بشكر جدا كل الناس اللي يعني خدتني على قد عقلي أو تقبلت مني إن أنا ليه مش عايزة أصور البوفيه. أنا عندي مشكلة كده شوية، هو هناك مش رافضين التصوير. يعني لو أي حد بيروح حابب يصور طبعا ده بيبقى حلو، لأن ده بيبقى ريفيو كويس ليهم. انا ما رضيتش ان انا اصور الاكل، صورت لكم الطبق اللي على قد الاكل بتاعي انا ولودي بس مش اكتر. طيب، اول حاجه كده هنخش على الاوضه للناس بقى اللي ما تعرفش. هنخش على الاوضه. طيب، احنا التفاصيل بتاعتي كانت ايه؟ دي اللي هنتكلم فيها بقى. احنا دفعنا كام؟ كل حاجه. طبعا الاوضه كانت امان جدا، كانت نظيفه جدا جدا جدا، بعيدا عن البورس اللي كان في البلكونه. ده في مكان مفتوح، فده مش شرط ان هم بتكون قله نظافه، لا بالعكس. دخلت فنادق قبل كده، الفندق ده معاه 5 نجوم وهو يستحقهم فعلا. طبعا هي بتختلف ما بين شخص واخر، بس تعالوا نشوف مع بعض الاوضه كانت عامله ازاي. الاوضه بتاعتي كانت رقم 23109. اول حاجه بيكون في دولاب. الدولاب ده بيبقى للشماعات وبيكون فيه من فوق رف. هو بيبقى فيه 4 شماعات بس للي حابب. انا معرفش بصور لكم نفسي ده من فيديو تاني. هوريكم الاول الاوضه لما شالوا السرير، وبعدين اوريكم الاوضه بالسرير الزياده. انا ده الشكل بتاع الاوضه الطبيعيه جدا. حبيت بس اصوره لكم في الاول علشان خاطر الطبيعي جدا بتاع الاوضه الدبل بيكون سرير كبير. طيب، اللي بقى معاه اطفال ما يقلقش جدا، لان شكل الاوضه في الاول خالص كان بيبقى فيه سرير صغير. ده بقى اللي احنا دخلنا فيه، ده المفروض بيبقى فيه ميني بار. الميني بار ده بيبقى فيه ازازتين بيره و6 حاجه ساقعه. دول لو انتوا استخدمتوا منهم حاجه بتدفعوا التيكت بتاعهم. وفي خزنه، وبيبقى فيه كاتل، وفي 2 مج و2 ازازه ميه كل يوم، وبيبقى فيه استشوار بس تعبان شويه. بيبقى فيه كاتل بيتزود لكم كل يوم النسكافيه والشاي، وازازتين ميه دول بيتحطوا كل يوم. لو الناس بتبقى بقى الهدوم عندها مش نظيفه او مش واخدين يعني هدوم زياده، بيبتدوا ان هم يستخدموا يعني الكليم بتاعهم ان هم يغسلوا هناك. الحاجه بتبقى عاليه شويه، يعني الغسيل والمكوى هناك عاليين شويه، فمش مشكله. قبل كده انا دخلت فندق كان فيه مكوى، ده ما كانش فيه مكوى، فانتوا برضو تظبطوا الدنيا. الحمام كان حلو جدا جدا جدا. النظافه هناك، يعني احنا بنصحى الصبح بنبتدي ننزل البسين او البحر ايا كان، بنرجع نلاقي الاوضه اكن هي اول مره نخشها. برضو بتكون حاجه نظيفه يعني. ده الفيو بتاعنا بالنسبه للبسين. هو في بسين كبير وفي بسين تاني برضو، بس انا ده منزلتوش خالص. اللي هناك ده اللي عند المطعم. هناك مفيش اكوا بارك هناك. بالنسبه لي مفيش اكوا بارك، والشاطئ مش رملي، الشاطئ صخري، وهنشوفه ده بعدين. ده الفراندا بتاعه المطعم كاشف الفندق كله. وطبعا العصافير هناك والمنظر هتشوفوا صقر دلوقتي، يا صقر يا نسر، مش يعني انتوا برضو صلحوا لي ايه الاخطاءات الاملائيه بتاعتي. بالنسبه لي هناك الخدمات، انا دفعت 11,200 على 5 ايام 4 ليالي رايح جاي. بيكون فطار غدا عشاء سناك، وبيكون في عصير او بيبس، يعني ايا كان انتوا حابين تشربوا مشروبات ايه. في المكان ده السناك عندهم غريب شويه، يعني هو بيبقى حاجات ممكن تكون اباتايزر اكتر، او ممكن عارفين الحاجات المسكره سيكا دي.
هي بتكون حاجات خفيفة جدا، مش بتكون سناك سندوتشات. انا دخلت كان السنة اللي فاتت، لا اللي قبلها، كنت في هوايلو جاردن في الغردقة. كان البريك او السناك ما بين الوجبات كان حاجات كتير جدا، بطاطس وهمبرجر ويعني في سندوتشات، فاهمين اقصد ايه؟ ده لا، بتكون كده مشروبات في اي مكان انتوا حابين تروحوا. في بار على البسين، وبار تحت المطعم، وفي المطعم برضو مشروبات، وفي على البحر. اهو ده البتاع اللي بيطير اللي انا مش عارف ده، بس انتوا هتعرفوه دلوقتي. آه طيب كده خلصنا الاكل والشرب. هناك في خدمات بتتقدم بمقابل في تصوير فوتوغرافر، الصورة ب80 جنيه. انا عشان مصري كده واتكلمت معاه، الصورة ب50 جنيه. فلو هتروحوا الفترة دي بلاش التصوير، مش لطيف. دي نمرة 2. هناك بيبقى فيه باديكير بالسمك، احواض زي موجودة في سيتي ستارز والحاجات دي. بيكون النص ساعة ب350 جنيه. طبعا بقى اللي عايزة تعمل شعرها، تعمل راستا، برضو الحاجات دي بأسعار، بس انا ما سألتش عليها، يعني الخدمات دي مش هستخدمها. حبيت الريفيو يكون اكتر، انتوا لو مش عايزين تسمعوا تشوفوا المنظر والجمال ده. طيب الفطار كان بيبقى من 7 ل9:30، والغدا من 12:30 ل2، والعشاء من 7 ل9:30 تقريبا. فانتوا بس السناك مش قد كده، فلو انتوا رايحين هناك تبقوا تظبطوا الدنيا. طيب هنخش للقصة بتاعت الاكل. الاكل هناك كان لطيف جدا، كان حلو. الجودة بتاعته ككلمة 5 نجوم، حلو قوي. ما عندهمش تنوع كتير، يعني ما فيش، ممكن في 3 انواع مكرونات. السلطات طبعا تحفة، لان انا كان اكلي اغلبيته سلطة. المشروبات كلها بتبقى موجودة. ما بيكونش فيه تنوع اكتر من اللي انا بقول لكم. مثلا كان في يوم في شوربة سي فود او شوربة كابوريا. في نوعين تاني شوربة، بتكون شوربة العدس، وفي شوربة خضار، فاصوليا، لوبيا. يعني هو اكل لطيف، بس مش احسن حاجة. يعني هو الاكل حلو، بس انتوا علشان خاطر لو معاكوا اطفال وبتبقوا طالبين سناك طول اليوم، فانتوا لازم تدبوها على الفطار، وتدبوها على الغدا، وتدبوها على العشاء، عشان تقدروا تواصلوا ما بين الفترات بتاعة المطعم. الحفلات كانت بيبقى فيه كل يوم حفلة، طبعا بيبقى فيه ديسكوتيك موجود في المكان، اللي عايز يرقص ويهيص والحاجات دي برضو بتبقى لطيفة. بيبقى فيه الحفلة اللي هي بتاعة الفوم، نزلتها لكم في فيديو قبل كده. وبيبقى فيه شو رقاصة، بس انا ما بصورش رقصات علشان بس ما شيلش ذنب حد. بس المكان هناك كمجمل حلو جدا. بالنسبة للفلوس هو مش غالي، على قد الطريق بتاعه كان كبير جدا. رحنا الحفلة بتاعة السفاري، انا معرفش الفيديو هينزل قبل ولا بعد. برضو دي كانت علامة حلوة لينا لما احنا عملناها تجربة جديدة. انا اول مرة اعملها، ولودي اول مرة تعملها. انا ممكن اكون عملتها عندنا في الشارع بالبيتش باجي كده، لعبت. لا احنا اتبسطنا جدا جدا جدا، بالذات باليوم ده. بخلي الفيديو عشان ما يتحرقش، عشان فيه حصل كذا موقف فيه، خليها مفاجأة احسن. ده الفيديو كتوتال. لو انتوا حابين تروحوا طبعا تروحوا. البحر حلو جدا جدا جدا. بتقدروا تنزلوا تغطسوا فيه لايف جاكيت. انا نزلت، كان جميل، بس مش معايا نضارة. يعني في حاجات وقعت مني كتير قبل ما اسافر برضو، لاني سافرت بعد الجواز على طول. هنظبطها. وانا بس حابب قبل ما انتوا ما تروحوا يكون معاكم ادوية. لازم ادوية للودان، انتينال للمغص او يعني مشاكل في البطن، كريمات كومب من هنا لبكره. تقدروا تاخدوا معاكم الوايبس، تاخدوا معاكم بيبسي وعصاير تحطوها في الميني بار ده، علشان تقدروا تاكلوا انتوا ولادكم لو عدتوا في وسط اليوم ومش على البسين وقاعدين في البيت. تجيبوا حاجات للسخونه لو حد يعني بيسخن والكلام ده. طبعا ما تنسوش الحاجات اللي هي بتاعه الشمس، نضاره والطاقيه. لازم كل واحد يكون معاه نضاره وطاقيه، ايا كان تنزلوا بيها البحر او البسين. بس المنظر ما تتلسعوش، لان هناك الشمس مع الميه بتبقى مش الطف حاجه. ما تنسوش بالله عليكم تملوا التلاجة. يعني ما فيش تفتيش اكيد، فانتوا تخشوا عادي براحتكم. مش هناخد اكل، بس ممكن مولتو او حاجه، لان واحنا رايحين واحنا جايين احنا وقفنا في استراحات. الاستراحه دي ممكن يكون ازازه البيبسي مثلا ب25 جنيه. لو واحد 5 افراد هيعمل ايه؟ فاهمين؟ يعني انتوا خدوا الحاجه، خدوا لب، يعني خدوا كل حاجه تقدروا تسهلوا عليكم الدنيا. كفايه انتوا دافعين مبلغ
ممكن يكون كبير وممكن يكون قليل بالنسبه للناس، ربنا يكرم الجميع. واي حد ما سافرش ممكن تروح بسين في اي نادي او في اي دار موجودين هنا في القاهره او الجيزه عفوا، هتتبسطوا برضو. بس ولادكم مالهمش ذنب في الاسعار اللي احنا فيها، يعني روقوا على اولادكم. فاللي هيروح ياخد في البيبسي، ياخد عصير، والحاجات هناك حلوه. البيبسي والعصير، البيبسي موجود في البار، بس لو انتوا قاعدين في الاوضه حد تعب او حد جاع حد شرب، فاهمين اقصد ايه؟ الدنيا ما تبقاش بس كده مقفوله معاكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونكون خفاف كده عليكم. بعتذر جدا ان انا برغي كتير، بس حبيت اوريكم الشكل بتاع الميه لوحده ده في حته تانية. لو حد مش هينزل يقدر يقعد كده بس يتفرج على الدنيا دي هيتبسط جدا. هحاول اتواصل دلوقتي مع الشركه بتاعت السياحه واسيب لكم في الكومنتات الرقم بتاعهم لو حابين تروحوا. بس ارجوكم وانتوا في الفندق ده او في اي فندق تاني، لو الاوضه ما عجبتكوش يا جماعه احنا دافعين فلوس، فنقدر في اي وقت لا الاوضه مش مناسبه ليا فانا لازم اغيرها، وده اللي بيتم. يعني انا الاوضه بتاعتي كانت على الجنينه وانا ما كنتش طالب كده في الاول خالص. انا قايل ان ده هانيمون، فانا حتى ما خدتش خدمه الهانيمون اصلا. ومش هقول لكم هي مش نتانه، يعني انا اللي طالب من الولد انه يحط لي الورد والقلب. طبعا انا رضيته طبعا لان هو تعب معايا. بس اي فندق لما بيعرف ان في حد 2 عرسان جداد بيكون في كده نوع من الكومبليمو جديد او شكله حلو. سبت فاكهه، الاوضه بتبقى فيها متزينه شويه، يعني فاهمين اقصد ايه؟ عشاء يجي لنا، يعني بدل ما نروح احنا الفندق العشاء يجي لنا لغايه، بدل ما نروح المطعم العشاء يجي لنا لغايه الاوضه. في حاجات بتقع، فهي دي بتقع من الفندق ده. ولو ان ده الفندق يعني المفروض 5 نجوم، بس اكيد انا مش هطلبها. انا بس بقول لكم الحاجات الكويسه والحاجات علشان برضو اراعي ضميري. الفندق اديله كام؟ انا ممكن اديله بالظبط 9/10. 1/10 ده حته سنس بس مش اكتر. انما نظافه، اكل، الخدمه بتاعتهم حلوه جدا جدا جدا. مكان نظيف جدا، ربنا يكرمهم ويبارك لكل الناس اللي بتشتغل فيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم.